السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنكمل مع بعض حل تدريبات الدرس الثاني، اختبر نفسك ومستوى القمة، وكنا واقفين عند المستوى الرابع. احنا حلينا الجزء الأول من التدريبات. اللي لسه ما شافش الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. ده الجزء الثاني، هنحل المستوى الرابع ومستوى القمة واختبر نفسك في كتاب الأضواء صفحة 35. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مره تشوفنا، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. المستوى الرابع، السؤال الاول: بما تفسر واحد نشأة جبال البحر الاحمر. ليه؟ هقول له بسبب الحركات الانكساريه التي ادت الى تكوينها. يبقى بسبب الحركات الانكساريه. يبقى نشأة جبال البحر الأحمر بسبب الحركات الانكسارية التي أصابت الصخور الصلبة. 2. الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية على البحر المتوسط. السهول الساحلية على البحر المتوسط تربتها خصبة صالحة للزراعة. يبقى تربتها خصبة صالحة للزراعة. يبقى البحر صالحة للزراعة بسبب سقوط الأمطار الشتوية. 3. أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي. الأودية الجافة تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية. يبقى تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. يبقى تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. 4. تكوين دلات الأنهار والشواطئ بسبب التعرية المائية. بسبب التعرية المائية. يبقى بسبب التعرية المائية التي أدت إلى نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها. 5. نشأة السهول الصحراوية بسبب نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها. نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها. يبقى بسبب نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها. السؤال الثاني: دلل جغرافيا على صحة العبارتين التاليتين. 1. تؤثر التعرية الهوائية على سطح الوطن العربي. هقول له الدليل: حيث نتج عن التعرية الهوائية الكثبان الرملية والمنخفضات. يبقى نتج عن التعرية الهوائية الكثبان الرملية والمنخفضات. 2. السهول الساحلية بالوطن العربي متنوعة الموارد والاستخدام. الدليل: هقول له السهول الساحلية على ساحل البحر المتوسط صالحة للزراعة، وعلى ساحل البحر الأحمر والخليج العربي غنية بمصادر الطاقة والمعادن. يبقى على ساحل البحر المتوسط صالحة للزراعة، على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر غنية بمصادر الطاقة والمعادن. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على 1. تؤثر التعرية الهوائية على سطح الوطن العربي. هقول له حيث نتج عن التعرية الهوائية الكثبان الرملية. يبقى أدت إلى تكوين الكثبان الرملية. يبقى أدت التعرية الهوائية لتكوين الكثبان الرملية والمنخفضات. 2. الثورانات البركانية التي تعرض لها الوطن العربي أدت إلى تكوين الهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. يبقى أدت إلى تكوين الهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. 3. حدوث الحركات الانكسارية على السواحل الشرقية للبحر المتوسط أدت إلى تكوين سلاسل جبال الشام. يبقى أدت إلى تكوين سلاسل جبال الشام. 4. تعرض الوطن العربي للحركات التوائية أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة. يبقى أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة مثل سلاسل جبال أطلس وجبال عمان وجبال كردستان وزاجرس. السؤال الرابع: ماذا يحدث إذا لم يتعرض الوطن العربي لحركات التوائية؟ لم تتكون السلاسل الجبلية العملاقة مثل سلاسل جبال أطلس وعمان وزاجرس وكردستان. السؤال الخامس: قارن بين التعرية المائية والتعرية الهوائية من حيث الأشكال التي تنتج عن كل منهما. التعرية المائية تؤدي إلى تكوين دلتوات الأنهار وشواطئ البحار. يبقى التعرية المائية كونت لي دلتوات الأنهار وشواطئ البحار. أما التعرية الهوائية نتج عنها الكثبان الرملية. يبقى نتج عن التعرية الهوائية الكثبان الرملية والمنخفضات. السؤال السادس: حدد أوجه الشبه والاختلاف بين كل من
سهول نهر النيل وسهول البحر المتوسط. سهول نهر النيل والبحر المتوسط أوجه الشبه إن هما الاتنين كلاهما صالحة للزراعة. يبقى سهول نهر النيل الأرض بتاعتها صالحة للزراعة، وسهول البحر المتوسط صالحة برضه للزراعة. يبقى دي أوجه الشبه. أما أوجه الاختلاف فعندي سهول نهر النيل ديت كونتها الأنهار عن طريق المواد العالقة بمياه نهر النيل، فتكونت على جانبي نهر النيل السهول الفيضية. يبقى سهول نهر النيل دي سهول فيضية تكونت على جانبي نهر النيل. أما سهول البحر المتوسط فديت سهول ساحلية تكونت بجانب البحر المتوسط. يبقى سهول نهر النيل دي سهول فيضية، أما سهول البحر المتوسط دي سهول ساحلية تمتد بطول ساحل البحر المتوسط. مستوى القمة السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين أ وب وج ودال. واحد من المظاهر التضاريسية التالية التي يمر بها مدار السرطان. لو جينا بصينا كده على الخريطة ديت، ادي مدار السرطان اهوت، بيمر من هنا كده هضبة نجد. يبقى مدار السرطان بيمر من هضبة نجد. هضبة الشطوط وجبال أطلس دول على ساحل البحر المتوسط، أما هضبة حضرموت ديت في جنوب شبه الجزيرة العربية. يبقى مدار السرطان بيمر من هضبة نجد. 2. أنت تعيش في مصر، فأقرب الجبال الانكسارية إليك جبال البحر الأحمر، دي جبال انكسارية. أنا عندي الجبال الانكسارية 2 اهمت، الشام والبحر الأحمر. أما أطلس وطروس دي جبال التوائية. يبقى الجبال اللي في مصر البحر الأحمر. 3. يقطع مدار السرطان كل من جبال الحجاز وجبال برضو جبال البحر الأحمر. 4. تتميز السهول الساحلية المطلة على سواحل تونس بصلاحيتها السهول الساحلية دي على البحر المتوسط في تونس صالحة قلنا للزراعة. 5. من المرتفعات الحدودية للوطن العربي جبال اللي على حدود الوطن العربي تبقى جبال زاجرس من ناحية الشمال الشرقي. أما عسير والشام وأطلس دول جبال تعتبر جبال داخل الوطن العربي. 6. من دوائر العرض الرئيسية أقطع هضبة إفريقيا الشمالية، طبعا اللي في الشمال مدار السرطان. 7. الظاهرة التضاريسية التي توجد في الجناح العربي الآسيوي والإفريقي معا، اللي في الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي جبال البحر الأحمر في الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي. 8. الظاهرة الجغرافية المميزة للساحل الشرقي للبحر المتوسط هي جبال الشام على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. 9. يتشابه الشمال الشرقي بالوطن العربي بشماله الغربي في سبب نشأة الجبال. الشمال الشرقي جبال زاجرس وكردستان، والشمال الغربي جبال أطلس، والاتنين جبال التوائية. يبقى سبب نشأة الجبال. 10. تكونت الجبال التي تقع في شمال غرب الوطن العربي نتيجة اللي في شمال غرب الوطن العربي ديت جبال أطلس، وجبال أطلس تكونت نتيجة حركات التوائية. 11. يرجع تكون مرتفعات غرب السعودية إلى مرتفعات غرب السعودية عندي جبال الحجاز وعسير، والاتنين دولت جبال انكسارية، يبقى نتيجة حركات انكسارية على ساحل البحر الأحمر. السؤال الثاني دلل جغرافيا على صحة العبارة التالية. اختلفت العوامل الباطنية التي أسهمت في تشكيل سطح الأجزاء الجنوبية من الجناح العربي الآسيوي. الجناح العربي الآسيوي في الجنوب عندي هضبة اليمن، وهضبة اليمن اتكونت نتيجة ثورانات بركانية، بينما مرتفعات اليمن تكونت نتيجة حركات انكسارية. يبقى أنا عندي في الجنوب عندي هضبة اليمن دي تكونت نتيجة ثورانات بركانية، والثورانات البركانية ديت من العوامل الباطنية. وعندي كمان جبال أو مرتفعات اليمن، ومرتفعات اليمن دي تكونت نتيجة حركات انكسارية، والحركات الانكسارية دي برضو من العوامل الباطنية. يبقى أنا عندي هضبة اليمن نتيجة الثورانات البركانية، ومرتفعات اليمن نتيجة حركات انكسارية، والاتنين دولت عوامل باطنية. السؤال الثالث حدد الاختلاف بين 1. سواحل البحر المتوسط وسواحل الخليج العربي. سواحل البحر المتوسط ديت بتتميز بأن هي صالحة للزراعة، بينما سواحل الخليج العربي غنية بمصادر الطاقة والثروات المعدنية.
يبقى البحر المتوسط صالحة للزراعة. أما سواحل الخليج العربي غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة. دي الاختلاف بين سواحل البحر المتوسط والخليج العربي. البحر المتوسط صالحة للزراعة، سواحل الخليج العربي غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة. 2. جبال عمان وجبال الشام. جبال عمان نشأت نتيجة حركات التوائية، أما جبال الشام حركات انكسارية. يبقى جبال عمان نشأت نتيجة حركات التوائية، أما جبال الشام نشأت نتيجة حركات انكسارية. يبقى في اختلاف هنا بين جبال عمان وجبال الشام. جبال عمان نشأت نتيجة حركات التوائية، أما جبال الشام نشأت نتيجة حركات انكسارية. السؤال الرابع: ما العلاقة بين الأنهار والسهول الفيضية؟ هقول له تكونت السهول الفيضية بفعل التعرية المائية على جوانب الأنهار. يبقى تكونت السهول الفيضية بفعل التعرية المائية على جوانب الأنهار. يبقى تكونت السهول الفيضية بفعل التعرية المائية على جوانب الأنهار. السؤال الخامس: قارن بين جنوب غرب الجناح الآسيوي وشمال غرب الجناح الإفريقي من حيث الجبال ونشأتها واسم المسطح المائي الذي تطل عليه غرب. جنوب غرب الجناح الآسيوي، عندي في جنوب غرب الجناح الآسيوي هنا مرتفعات اليمن، ومرتفعات اليمن ديت نشأت نتيجة حركات انكسارية. طب المسطح المائي اللي بتطل عليه البحر الأحمر. يبقى مرتفعات اليمن حركات انكسارية، المسطح المائي البحر الأحمر. طيب شمال غرب الجناح الإفريقي. شمال غرب الجناح الإفريقي عندي جبال أطلس. طب جبال أطلس دي نشأت نتيجة حركات التوائية، يبقى حركات التوائية. طيب جبال أطلس دي بتطل على مسطح مائي، المسطح المائي اللي بتطل عليه المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط. يبقى بتطل على المحيط الأطلنطي من ناحية الغرب والبحر المتوسط من ناحية الشمال. السؤال السادس: ما مدى مصداقية العبارة الآتية: لم يتأثر الجناح الآسيوي بحدوث البراكين؟ هقول له عبارة غير صادقة، لأن الجناح الآسيوي تأثر بحدوث البراكين مثل هضبة اليمن. يبقى اللي كون لي هضبة اليمن الثورانات البركانية. يبقى العبارة غير صادقة. حل الاختبار، اختبر نفسك على الدرس الثاني. السؤال الأول: ألف، أمام خريطة صماء الوطن العربي اكتب ما تدل عليه الأرقام. 1 هضبة رقم 1 في شمال شبه الجزيرة العربية، هنا هضبة بادية الشام. 2 نهر رقم 2 ده نهر النيل، أطول أنهار العالم نهر النيل. 3 جبال اللي في شمال غرب الوطن العربي ده جبال أطلس، يبقى جبال أطلس. 4 هضبة رقم 4 في وسط شبه الجزيرة العربية، دي هضبة نجد. ب بما تفسر أهمية سهول البحر الأحمر والخليج العربي، لسه حللها من شوية. أقول له غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة، يبقى يستخرج منها الثروات المعدنية ومصادر الطاقة. ج ما المقصود بالسهول الصحراوية؟ هي سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والنقل والإرساب، وأدت إلى تكوين سهول صخرية وإرسابات رملية. يبقى سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والنقل والإرساب. يبقى سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والنقل والإرساب. السؤال الثاني: ألف، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تدل عليه العبارات الآتية. 1 سهول تكونت بجوار البحار والمحيطات مختلفة الاتساع، ديت سهول ساحلية. اللي على البحار والمحيطات سهول ساحلية، أما اللي على الأنهار سهول فيضية. 2 حركات بطنية كبرى أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة مثل جبال عمان، ديت حركات التوائية. يبقى حركات التوائية. 3 أودية كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت، الأودية الجافة مثل وادي العلاقي في مصر. 4 تشكيل سطح الأرض نتيجة نحت الرياح للصخور وإرسابها، ديت التعرية الهوائية. ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1 تقع هضبة حضرموت في شبه الجزيرة العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية. 2 من أهم الواحات المنتشرة بالوطن العربي بليبيا. 1 الكفرة.
ج دلل على صحة العبارة الآتية: للجبال الموازية للبحر الأحمر جهة الشرق أسماء عديدة. هقول له حيث أن جبال البحر الأحمر جهة الشرق تسمى بجبال الحجاز وعسير في السعودية، ومرتفعات اليمن باليمن. يبقى حيث تسمى بجبال عسير والحجاز ومرتفعات اليمن. يبقى حيث تسمى بجبال عسير والحجاز في السعودية ومرتفعات اليمن في اليمن. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الثاني من تدريبات الدرس الثاني، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.